الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نرفع إليك شكوانا يا من تسمع كل شكوى وتعلم كل نجوى. نسألك حب المساكين وفعل الخيرات وترك المنكرات، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الملك والملكوت، سبحانه ذو العزة والجبروت، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. كان ولا ما كان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون،
لو كان كيف كان يكون لا تخالطه الظنون ولا تراه العيون وهو الحي القيوم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أعد علينا الحديث يا سيدي يا رسول الله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه من أجل مال، يبيع دينه من أجل طعام، يبيع دينه من أجل كساء، يبيع دينه من أجل هذه الدنيا الحقيرة الزائلة. يصبح مؤمن وإذا جاء عليه المساء كفر، ويمسي مؤمنا وإذا جاء عليه الصباح كفر. مقابل المال ومقابل الدنيا يبيع دينه. أشهد لك يا سيدي أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد أحبتي في الله، أوصيكم بما أوصانا الله تعالى به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه يعلمهم ويغرس في قلوبهم اليقين ويغرس في قلوبهم حب الدين والتضحية من أجل هذا الدين. فالدين أغلى عندنا من أرواحنا ومن أولادنا ومن كل ما ملكت أيدينا. الدين فيه النجاة وفيه العزة، وبغير الدين يكون الناس كالأنعام والحيوانات، لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا قدر لهم عند الله جل وعلا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. من ابتغى العزة في ماله أذله الله، من ابتغى العزة في أولاده أذله الله، من ابتغى العزة في سلطانه وجاهه أذله الله، من ابتغى العزة في ملكه أذله الله، من ابتغى العزة عند الكافرين أذله الله. عزة
في دينك فدينك لحمك دمك، تزهق روحك ويسفك دمك، ولكن دينك لا يذهب أبدا ولا ترتد عن دينك أبدا، والفتنة أشد من القتل. وهذه حقيقة، ولكن كثيرا من الدعاة والعلماء يضعونها في غير موضعها. إذا ما قام أعداء الله بمحاربة المسلمين وقتالهم وأراد المسلمون أن يردوا عن أنفسهم، خرج المخذلين من الدعاة والعلماء ويقولون لا، اصبروا، خوفا من الفتنة الطائفية. أي فتنة طائفية أيها الأغبياء؟ أي فتنة تبغونها؟ الفتنة هي أن يرتد المسلم عن دينه، فإذا ما رأى المسلم تخاذلا ورأى ضعفا ارتد عن دينه وقال الباطل ينتصر دائما وأبدا. إذن الباطل على حق فيخرج من الدين، لأن الإيمان عنده ضعيف، لا يعلم بمقدرات الله جل وعلا، ولا يعلم أن هناك امتحانات واختبارات، فأنت تقاتل من أجل دينك. والعلماء والدعاء الذين خذلوا الأمة حتى أماتوا فريضة الجهاد في الأمة، لذلك أصاب الأمة من الذل ما أصابها. المسلمون هم أحقر خلق الله الآن على وجه الأرض بسبب تركهم لدينهم، بسبب تفريطهم في كتاب ربهم. في برما يحرقون أحياء، في برما يقتل الأطفال وتنتهك أعراض النساء ويذبح الشباب ويشعل فيكم النار وهم على قيد الحياة. لماذا؟ لأنهم مسلمون. أين أمريكا؟ أين أوروبا؟ أين المنظمات الفاسقة الفاجرة الكافرة التي تدعي أنها منظمات حقوق إنسان؟ والمسلمون يذبحون ويهانون في كل مكان، ولا يتحرك ساكن لهؤلاء. إنهم لا يكرهوننا كبشر، إنهم يكرهون الإسلام. هذا الضعف وهذا الذل وهذه المهانة التي تعيشها الأمة الآن بسبب ترك الجهاد في سبيل الله والرضا بالدنيا. الدليل من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أبدأ أولا بالدليل من كتاب ربنا جل وعلا، فما كان لي أن أقدم الحديث على القرآن. قال الله تعالى في كتابه: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا يا من بعتم أنفسكم ويا من بعتم أموالكم لله، فإنها تجارة رابحة. وقال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. العينة يا أحبابي نوع من أنواع البيوع المحرمة، أنك تبيع سلعة لا تملكها لشخص آخر في نفس الوقت. أنت اشتريتها ب100 جنيه وأنت تحتاج إلى مال، اشتريت سلعة من شخص بنفسه ب100 جنيه آجلا، ثم بعتها له نفسه في نفس الوقت ب50 جنيها نقدا، لأنك في حاجة إلى مال. هذا اسمه بيع العينة، بيع حرام. اللي بيطلع عليه دلوقتي إنه يحرق السلعة، بيحرق السلع لأنه محتاج إلى فلوس، يشتري سلع بالتقسيط وبالآجل ثم يبيعها كاش. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالدنيا، واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد
وتركتم الجهاد. اسمع العقوبة، اسمع العقوبة. سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل المسلط على الأمة بسبب رضاها بالدنيا، وبسبب ارتكابها ما حرم الله، وبسبب تركها للجهاد في سبيل الله جل وعلا، حتى تجرأ الفاسقون على الأمة وتجرأ أقدام البشر على الأمة فساءوا الأمة سوء العذاب. جلس النبي مع أصحابه ذات يوم يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم، وقص عليهم قصة لا من باب التسلية والفكاهة وتضييع الوقت، فكان النبي وأصحابه لا يعرفون تضييع الوقت، لأن وقتك وعمرك ورأس مالك، فإن ضاع عمرك في الحرام فاعلم أنك يوم القيامة من الخاسرين. فقال لأصحابه: لقد كان في من كان قبلكم ملك، حاكم ظالم طاغية جبار، نشر الظلم بين رعيته واستعبد الناس ودعا الناس إلى عبادته من دون الله جل وعلا. وكان له ساحر، ولما كبر سن الساحر أرسل الساحر إلى الملك وقال: أيها الملك، كبر سني وضعفت قواي وأوشكت على الموت، فأرسل إلي غلاما زكيا فطنا نجيبا أعلمه السحر ليكون خليفتي من بعدي لتستعين به على الناس، أي لتضلل به الناس وتشغل الناس بالباطل عن الحق، وهذا هو ديدن أهل الباطل. ولكل زمان سحرة، وسحرة زماننا هذا هم الإعلاميون الفاسقون المارقون الفاجرون والممثلون والممثلات والمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. هؤلاء هم سحرة هذا العصر، يشغلون الناس عن الباطل عن الحق بإلهائهم بالباطل. يا أيها الملك، أنا رجل كبر سني وأنا الساحر الذي أشغل الناس عن الحق فلا يلتفتون إلي، وكبر سني وضعفت قوتي وكدت أن أموت، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر حتى يكون خليفتي من بعدي. فاختار الملك غلاما زكيا فطنا أريبا لا يزيد في عمره عن 12 سنة، وأرسله إلى الساحر ليتعلم السحر منه حتى يضلل الشعب ويضلل الرعية حتى يصيروا عبيدا للملك ولا يعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، فيصيروا كالأنعام وكالنعاج يسوقهم الملك كيف شاء. وهكذا الناس إذا تركوا الحق وإذا لم يتمسكوا بدينهم ويعبدوا ربهم صاروا كالأنعام، قادهم ملوكهم إلى كل ضلال وإلى كل فسق، وهم لا يجرؤون على أن يتكلموا بكلمة الحق. وإذا بالغلام أثناء ذهابه إلى الساحر يمر على صومعة راكب متعبد لله الواحد الأحد، فيسمع ذكره ويسمع تعبده ويسمع ذكر الله جل وعلا، فيعجب هذا الكلام فيقف وينصت ويستمع، فيتأثر قلبه بنور الإيمان والتوحيد، فيدخل هذا الغلام على الساحر ويقول على الراهب ويقول له: أيها الرجل، ما هذا الكلام الذي تتحدث به؟ قال: يا بني، أنا أعبد الله وحده. قال: الملك؟ قال: لا، الملك مخلوق مثلي مثلك، لا يملك نفعا ولا ضرا، إنما أعبد الله الواحد الأحد الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، خلقك وخلقني وخلق الملك. قال: أريد أن أدخل في هذا الدين. قال: قل لا إله إلا الله.
واعبد ربك وحده واكفر بالملك وعبادته، فإنك إن فعلت ذلك آمنت بالله ورضي الله عنه وكان الله في عونه. فآمن الغلام بالله الواحد الأحد وترك عبادة الملك الظالم الغاشم، ثم ذهب إلى الساحر فعنفه: لماذا تأخرت عني أيها الغلام؟ قال: يا سيدي معذرة. وفي اليوم الثاني شكى الغلام إلى الراهب وقال: الملك الساحر عنفني لأنني قد تأخرت عنه. قال: يا بني، إذا ذهبت إلى الساحر وسألك ما الذي أخرك فقل: حبسني أهلي عنك، أي إن الذي أخرني عن المجيء إليك هم أهلي. وإذا رجعت إلى أهلك وسألوك من الذي أخرك فقل: حبسني الساحر عنده، أي هو الذي أخرني. وظل هكذا الغلام يتعلم الدين ويتعلم الإيمان من هذا الراهب في صومعته، حتى بلغ من الإيمان إلى درجة عالية وامتلأ قلبه بنور الإيمان. وذات يوم خرج الغلام من بيته متجها إلى الراهب، وإذا به يجد وحشا كاسرا بالطريق ما قد منع الناس من المرور. وحش يقف بالطريق يمنع الناس من الذهاب إلى أشغالهم وإلى أعمالهم. فوقف الغلام وتفكر وقال: الآن أعلم أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، أم أمر الساحر أحب إلى الله من أمر الراهب. وأمسك الغلام حجرا صغيرا في يده. حجر، ما الذي يصنع الحجر؟ لا يفعل شيء، حجر صغير، ولكنه اليقين والإيمان والثقة في الله جل وعلا. أمسك حجرا صغيرا في يده وقال: اللهم إن كان أمر الراهب الذي يعبدك أحب إليك من أمر هذا الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر حتى يمر الناس. وإذا بالغلام يلقي الدابة هذا الوحش بالحجر فتقع الدابة على الأرض ميتة بقدرة الله الواحد الأحد، ويمر الناس ويذهبون إلى أعمالهم وأشغالهم، ويقول الغلام: الآن علمت أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر الفاسق الفاجر. فبلغ أمر الغلام وساع صيته في المدينة وانتشر ذكره في المدينة، وأجرى الله على يديه من الكرامات ما أجراه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله الواحد الأحد. وكان للملك وزير، وكان وزيره وجليسه وكان مقربا من الملك، فعمي بصره كما كانت بصيرته، كان أعمى البصر والبصيرة. فلما علم من أمر الغلام ذهب إلى الغلام وقال له: يا غلام، انظر، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من العزيز؟ إنه الله. الوزير بمكانته وبسلطانه وبمنصبه يذهب إلى الغلام الصغير، والوزير يقف بين يديه ذليل حقير، يسأله ويقول له: يا غلام، بلغني أنك تبرئ الأكمه والأبرص وأنك تشفي الأمراض، وها أنا قد ذهب بصري وجئت إليك يا بني لترد إلي بصري. إن طلبت المال أعطيتك ما تشاء، وإن طلبت الذهب والفضة أعطيتك ما تشاء. فنظر الغلام إلى الوزير وقال له: أيها الوزير، أنا لا أملك أن أرد عليك بصرك، إنما الذي يشفي هو الله. الغلام يمارس الدعوة إلى الحق مع الوزير، مع أنه يعلم أنه رجل الملك المقرب إليه. يا أيها الوزير، أنا لا أشفي الأمراض، إنما الذي يشفي الأمراض هو الله الذي يحيي ويميت. فنظر إليه الوزير باندهاش وقال له: الله، الملك أتقصد الملك؟ فنظر إليه الغلام وقال: لا،
الملك مخلوق لله مثلي مثله. الله الذي خلق وخلق الملك وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، هذا هو الله الذي أعبده. فإنك إن كفرت بالملك وبدين الملك وآمنت بالله جل وعلا دعوت الله لك فرد عليك بصرك. ثقة يقين في الله جل وعلا. قال الوزير لك هذا يا بني، فكفر الوزير بالملك وبدينه وبجرمه وبكفره وبظلمه، وآمن بالله الواحد الأحد. وإذا بالغلام يرفع يديه إلى ربه ويقول اللهم إني أسألك أن ترد بصر هذا الوزير إلي حتى يعود مبصرا كما أنرت قلبه بنور الإيمان والتوحيد. وإذا بالله يستجيب لدعوة الغلام في التو واللحظة ويرد بصر الوزير إليه فيبصر الوزير أمامه بقدرة من لا يغفل ولا ينام، فيسعد ويفرح ويرجع إلى الملك، والملك يقول له أيها الوزير من الذي رد إليك بصرك؟ يا فاسق، يا من ادعيت الألوهية، يا من ادعيت الربوبية، يا من استعبدت الناس، يا من ظلمت وطغيت وتجبرت، أعجزت أن تعلم من هذا الذي رد بصر هذا الوزير؟ أين إلوهيتك إذن؟ أين ربوبيتك إذن؟ أين قدرتك إذن يا ضعيف؟ قال له الوزير إن الذي رد علي بصري هو الله. قال أنا؟ قال لا، أنت أيها الملك عبد، أنت أيها الملك مخلوق، إنما الذي رد علي بصري الله الذي في السماء الذي خلقك وخلقني. قال من الذي دعاك إلى هذا أيها الوزير؟ قال إنه الغلام الذي أرسلته إلى الساحر، تعلم الإيمان وتعلم التوحيد ودعاني إلى التوحيد فآمنت بالله الواحد الأحد. فجيء بالغلام وقال له الملك أيها الغلام أبلغ من سحرك أنك تشفي الأمراض وأنك تحيي الموتى؟ قال الغلام لا أيها الملك ليس هذا بسحر، إنما الذي يفعل ذلك هو الله، ما أنا إلا عبد ضعيف أدعو الله وأطلب منه فيستجيب الله دعائي ويحقق رجائي. من ربك؟ ربي وربك الله. أنا؟ قال لا، أنت مخلوق وستموت وسيحييك الله وسيحاسبك الله، لا تملك من الأمر شيئا، الله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. فأخذ الملك يعذب في الغلام حتى دل الغلام على الراهب، فجيء بالراهب أيها الراهب أتعبد ربا غيري؟ قال وهل أنت إله وهل أنت رب؟ ما أنت إلا عبد من عباد الله، ما أنت إلا خلق من خلق الله، إني أعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأخذ الملك الراهب وابتدأ به وقال إن لم ترجع عن دينك هذا قطعتك وقطعت جسدك قطعة حتى ترجع إلى عبادتي. فقال الراهب أيها الملك افعل ما بدا لك فإنني لن أرتد عن ديني أبدا. فنمر الملك فجيء بالمنشار فوضع في رأس الرجل الراهب العابد ونشر بالمنشار حتى وقع جزلتين أي وقع نصفين ولم يرتد عن دينه، لم يفتن. الفتنة إنك تخرج من الدين، مش الفتنة إنك تجاهد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداثهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا كان هذا حكم في طائفتين من المؤمنين اقتتلا، الله قال اصلحوا بين الفريقين. لو في فريق أصر على البغي وعلى الظلم قاتلوا هذا الفريق الظالم مع إنه من المسلمين ولكنه يعيش في الأرض فسادا ويفسد في الأرض.
والله لا يحب الفساد أبدا. الله لا يحابي كونك مسلم أن تفسد في الأرض، لا أبدا. الله لا يحابيك بكونك أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنشر الفساد في الأرض، لا، الله لا يرضيه ذلك ولا يحب ذلك أبدا. لذلك أنزل آية حكمية في كتابه فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بنشر الزنا والسرقات والبلطجة والمخدرات وغير ذلك وسفك الدماء، أن يقتلوا أول شيء، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. والله قال إنما لتفيد الحصر والقصر، أي أن هذا هو العلاج الوحيد لهؤلاء المفسدون في الأرض، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كل على قدر جرمه وكل على قدر ما ارتكبه من معصية. لذلك أيها الأحبة الكرام قتل الملك هذا الموحد حتى لا يعلم الناس ما لهم وما عليهم، لأن الناس لو علموا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ما سكتوا عن الحق، وما كانوا كالنعاج يساقون في كل اتجاه دون أن يتحدثوا أو يتكلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الجهاد وأفضله كلمة عدل تقال عند سلطان جائر. ثم جاء الملك إلى الوزير، وزيره الراجل صديقه الذي كان مقربا منه. انظروا إلى أصحاب السلطان يضحون بكل شيء حتى بآبائهم وإخوانهم وأصدقائهم من أجل الكرسي ومن أجل السلطان. قال أيها الوزير إن لم ترجع عن هذا الدين الذي اعتنقته فعلت فيك كما فعلت في هذا الراهب. قال الوزير أيها الملك افعل ما بدا لك، فنفسي تطوق إلى لقاء الله وأنا على الإيمان والتوحيد. فأمر الملك فنشر الوزير نصفين بالمنشار ولم يرتد عن دينه. ثم جيء بالغلام الصغير صاحب 12 سنة. يا بني أنت غلام ذكي وأنا لا أريد أن أقتلك، أنت ستكون خليفة الساحر وستكون صاحب منصب وصاحب جاه وصاحب سلطان وستكون مقرب إلي، سأعطيك من الأموال ما تشاء. هكذا أهل الباطل يظنون أن أهل الحق يباعون ويشترون. فقال الغلام أيها الملك لن أرتد عن ديني أبدا، فإن شئت أن تقتلني فاقتلني. 12 سنة ويثبت على الحق. أنا أريد أن نسمع وأن نعي وأن نتعلم من القصة، إنها قصة حقيقية وقعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقصها على أصحابه ليعلمهم الثبات على الدين ويعلمهم الثبات على الحق. فأمر الملك فرقة بحرية من قواته وقال لهم خذوه وادخلوا به في منتصف البحر وفي أعماقه، ثم ادعوه إلى أن يترك دينه هذا ويرجع إلى دينه، فإن أبى ورفض فألقوا به في البحر حتى يغرق ونستريح منه. فأخذته الفرقة البحرية في سفينة وانطلقت به حتى وصلت إلى أعماق البحر. وقالوا له أيها الغلام إما أن ترجع إلى دين الملك وإما أن نلقي بك في البحر. بالله عليك تخيل غلام صغير ليس بقوي، ضعيف، مع مجموعة من الجنود الأقوياء المدربين من قوات البحرية وفي منتصف البحر، ماذا يفعل؟ نحن بضعف إيماننا نفكر أول شيء كيف أصنع؟ هل أهرب منهم؟ هل ألقي بنفسي وأعوم وأسبح حتى أنجو؟ لا، الغلام توجه مباشرة إلى الله ورفع يديه إلى ربه وقال اللهم اكفينهم بما شئت. ما زاد عن هذا أبدا.
اللهم اكفينهم بما شئت. فأمر الله البحر فهاج، وعلت أمواجه وارتفعت، وانكفأت السفينة وانقلبت، ووقع الجنود من على متنها وغرقوا، وحمل الله الغلام إلى شاطئ البحر ولم يصبه مكروها أبدا. من الذي أنقذه؟ الله. طب بالله عليكم، غلام يعلم أن الملك يريد أن يقتله وأرسله مع فرقة بحرية ليقتلوه، هل بعد أن ينجيه الله يرجع تاني لنفس الملك اللي عايز يقتله ولا يهرب منه؟ يهرب، ما يرجع له تاني. لا، الغلام ليس هدفه هذا، مش مهم حياته. ايه الدنيا؟ النهارده بكره هموت، لما اموت وانا ربنا راضي عليا هكون في الجنه، افضل من اعيش سنه واثنين وثلاثه في غضب الله وفي سخط الله، وان مت كنت في جهنم، اعاذنا الله من هذا. عاد الغلام الى الملك، رجع له تاني ماشي على رجليه، فنظر اليه الملك مندهشا متعجبا: ايها الغلام، اين الجنود؟ اين القوات؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. قال: كيف؟ قال: الله يفعل ما يريد وما يشاء. قال: نجوا وماتوا هم؟ قال: نعم. فأرسل الملك إلى فرقة شديدة قوية أعتى من الفرقة السابقة، وقال لهم: خذوه واذهبوا به إلى أعلى قمة جبل، وادعوه إلى أن يرجع إلى ديني، فإني أخشى من هذا الغلام أن ينشر التوحيد بين الناس فيأمروا بالله ويكفروا بي أنا. فإذا بالفرقة الأخرى تأخذ هذا الغلام ويصعدون به إلى أعلى الجبل: يا غلام، اكفر بربك الله وأؤمن بربنا الملك، وإلا ألقينا بك من فوق الجبل فتموت. فنظر الغلام إلى ربه وقال: اللهم اكفينهم بما شئت، اكفينهم بما شئت. عبدك ضعيف ذليل في حاجة إليك، اكفينهم بما شئت. فأمر الله جل وعلا الجبل فتزلزل بقدرته، وتهدى الجنود من فوقه، وقعوا في الأرض على رؤوسهم فقتلوا جميعا. ونزل الغلام وعاد إلى الملك، فاندهش الملك: ويحك، أين جنودي؟ أين قواتي؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. أيها الملك، اسمع إلي جيدا. صار الغلام آمرا والملك مأمورا، سبحان من يعز ويذل، سبحان من يعز ويذل. صار الغلام آمرا والملك مأمورا. اسمع أيها الملك، إذا أردت أن تقتلني فاجمع الناس في مكان واحد، وخذ سهما من كنانتي، ثم ضعه في قوسي، ثم صوب السهم إلي، وقل بصوت يسمعه جميع الناس: بسم الله رب الغلام، إنك بذلك تقتلني. أرأيتم واحدا من الناس يدل آخرا على الطريقة التي بها يقتله؟ هذا الغلام يدل الملك كيف يقتله. لماذا؟ لأن الغلام يريد أن ينشر الدين، لأن الغلام يعلم أن الدين أغلى عنده من نفسه ومن حياته، ويعلم أنه ميت لا خلود لأحد، فإننا إلى زوال وإلى فناء. فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وصوبه نحو الغلام، ثم أطلق السهم إلى الغلام ولم يسم الله، فانحرف السهم بعيدا عن الغلام. فقال الغلام للملك: ما أغباك أيها الملك؟ ألم أدلك على طريقة قتلي؟ فإنك لن تقدر علي حتى تقول بسم الله رب الغلام. فأخذ الملك سهما آخر وصوب السهم إلى الغلام،
وقال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم، فوقع السهم في صدر الغلام فوقع الغلام ميتا، فإذا بالناس جميعا يقولون آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، ودخل الناس جميعا في دين الله. وإذا ببطانة الفسق والفساد والفجور، بطانة الملك، إذا غضب الله على ملك أو على حاكم ولاه بطانة فاسقة فاجرة، أو بطانة جاءت إلى الملك: يا جلالة الملك، وقع ما كنت تخافه، وقع ما كنت تخشاه، لقد آمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. قال: لا عليكم، لا عليكم، سنحرقهم جميعا، سنحرق من لم يرتد منهم عن دينه. احفروا الأخاديد، فحفروا الحفر والأخاديد. أشعلوا فيها النيران، فأشعلوا فيها النيران. ائتوا بهؤلاء الموحدين. جاءوا بالموحدين جميعهم وأوقفوهم على الأخاديد. أتؤمن بالملك وتكفر برب الغلام، أم تظل على إيمانك برب الغلام وتلقى في النار؟ فيقول كل واحد: لا، أبقى على إيماني برب الغلام ولم أكفر برب الغلام، فيلقى في النار، فيلقى في النار، فيلقى في النار، إلى أن وصلت امرأة ومعها رضيعها الصغير. امرأة تحمل رضيعها على صدرها، وأرادوا أن يلقوا بها في النار، فتقاعست المرأة إلى الخلف، خافت على رضيعها لا على نفسها. وإذا بالله يأمر الرضيع الذي ما تجاوز أشهر أن يتكلم وأن ينطق، فنطق الرضيع وقال لأمه: يا أماه اصبري فإنك على الحق، وإننا سوف نلتقي في جنة ربنا جل وعلا. فثبتت الأم على الحق وألقي بها في هذه الأخاديد. والله جل وعلا ذكر قصتهم في قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أحبتي في الله، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، وأن يرشدنا إلى الحق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن ينصر بنا ولا ينصر علينا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير للعباد والبلاد، وأن يقضي على أهل الفساد وأرباب الفساد. اللهم تقبل منا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، دينكم أغلى من أرواحكم وأغلى من حياتكم وأغلى من أولادنا وأولادكم. دينك لحمك دمك، فإن فرطت في دينك فمن السهل أن تفرط في عرضك، ومن السهل أن تفرط في كل شيء. إن ثبتك الله على الحق فاعلم أن الله يحبك، وإن وجدت في قلبك تردد وريبة وشك فاعلم أنك مختبر وممتحن. فإن لم تسأل الله الثبات فابكي على نفسك واخشى من عاقبة أمرك. استعد من الآن بما به ستلقى الله جل وعلا. تزود من التقوى فإنك لا تدري
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه بالغيب وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزين ليوم عرضك على الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون على الله حفاة عراه لا تخفى منكم خافية. استعد لأول ليلة تبيت فيها في قبرك ويقرع سمعك نداء ربك: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك وللحساب عرضوك ولو ضلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. تذكر هذا اليوم وتذكر تلك الليلة الطويلة على من أطالها الله عليه والجميلة على من جملها الله له بأعماله. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين ونشكو إليك فساد المفسدين. اللهم إنا نسألك الهدى فاهدنا ونسألك الغنى فاغننا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الحق وأهله وأن تهزم الباطل وأهله. اللهم انصر الحق وأهله وانصر واهزم الباطل وأهله. اللهم ارفع راية الحق في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اشفي أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى الخير للعباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى الخير للعباد والبلاد. اللهم وفقهم في تطهير بلادنا من الأنجاس والأرجاس والفاسدين والمفسدين. اللهم كن عونا لهم. اللهم كن عونا لهم. اللهم كن عونا لهم. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله